السلام عليكم. اهلا بكم معنا في رحله ممتعه ان شاء الله في عالم الموشن جرافيك وال3 دي انيميشن. موشن جرافيك انستراكتور احمد اجرس. هنتعرف مع بعض في الكورس ده على مراحل تصميم وتحريك ايدنتيتي متكامل او الهويه البصريه لقناه فضائيه او قناه يوتيوب احترافيه بكل عناصرها، بدايه من اللوجو انيميشن، عدنا، سنعود، بعد قليل، الاند بيتش او تشاهدونه في الاوقات التاليه. البداية هتكون من تصميم اللوجو أو شعار القناة فري هاند، ثم في برنامج أدوبي إلستريتور أو فوتوشوب تجهيز الطبقات للتحريك في برنامج سينما 4D اللي هنتعرف فيه على خصائص هامة في التجسيم ثلاثي الأبعاد، أهم خصائص قائمة موجراف المسؤول عن التكرار والتحريك المتعدد والتلاعب بالأجزاء. هنتعرف على اللايت سيت اب أو خصائص الإضاءة، إنشاء وتجهيز ماتيريال، خصائص الكاميرا أنيميشن، وأخيرا وليس آخرا تجهيز البروجكت للتصدير أو ريندر سيتنج. هنتعرف ازاي نصدر كل عناصر العمل من السينما 4D الى الافتر افكت، بدايه من شاشات العرض والكاميرا انيميشن والاضاءه، وفي الافتر افكت هتكون اخر محطتنا لعمل كومبوستنج واضفاء اللمسات الجماليه على العمل والتعامل مع الطبقات المختلفه واضافه المؤثرات البصريه والصوتيه والكالر كوركشن او تعديل الالوان، ثم تصدير العمل بخصائص تتناسب مع جهه العرض سواء كانت قناه فضائيه او قناه يوتيوب. بنفترض في الكورس ده ان الشخص الراغب في دخول عالم الموشن والجرافيك انيميشن ليس لديه أي خلفية مسبقة بهذا العالم. الكورس هيشرح بشكل عملي تنفيذ ايدنتيتي قناة الصباح الفضائية اللي شرفت بالإخراج والتنفيذ لكل عناصرها البصرية مع فريق عمل موقع موشن جلف للإنتاج الإعلامي. أتمنى لكم معنا رحلة ممتعة والتوفيق للجميع.